عمرك سألت نفسك تصميم تحفة فنية مثلا زي بورش 911 تم ازاي؟ أو حتى تصميم عربيتك الشخصية اللي انت بتحبها ومغرم بشكلها. بالمناسبة في مقولة بتقول انك لو نزلت من عربيتك وبعد ما مشيت مرجعتش تبص عليها يبقى ما بتحبهاش. يا ترى مين فيكم بيحب عربيته؟ المهم خلينا في موضوعنا. هل عمرك سألت نفسك ايه هي مراحل التصميم عشان يقدروا يوصلوا لشكل نهائي للعربية بدون عيوب أو أخطاء هندسية ممكن تسبب مشاكل لا حصر لها للشركة وخسائر بالملايين؟ غالبا أول فكرة هتيجي في دماغك هو تصميم سكتش على الورق أو برامج المحاكاة ثلاثية الأبعاد، والكلام ده بالمناسبة صحيح، بس مع ده كله في حاجة مهمة وقد تكون أهم كمان. في الفيديو ده أنا هعرفك إيه هي الحاجة دي، وبداية المعرفة دي إني هقولك إن أصل التصميم في العربيات هو الطين. مئات الكيلوات من الطين هو ده اللي بيستخدموه بمساعدة الآلة دي في المرحلة الأولى لصنع مجسم بالحجم الحقيقي لسيارة فورد موستنج، ودي قد تكون أهم خطوة في تصميم أي عربية، واللي هنتعرف عليها بالتفصيل عشان تكتشف إن في جزء كبير كان غايب عنك في قصة التصميم دي. أغلب الناس متعرفش إن شركات السيارات بتستخدم النماذج المصنوعة من الطين من حوالي 100 سنة تقريبا في كل العربيات اللي بتشوفها على الطريق، من موستنج لرولز رويس اللي تمنها 28 مليون دولار لحتى بعض العربيات الصيني. صنع نموذج عربية بالحجم الطبيعي من الطين، واللي مش بيكون مجرد نموذج عادي، ده بيكون نموذج طبق الأصل بكامل وأدق تفاصيل الشكل النهائي للعربية. ممكن ما يكونش مفهوم أو معروف لناس كتير، وهتسأل نفسك ليه بيستخدم في ظل تقدم تكنولوجيا البرامج الهندسية وبرامج المحاكاة اللي ممكن تغني عن ده كله. وعايز أقولك إن بعض الشركات فعلا بتتجنب ده، لأن صنع نماذج الطين مكلف جدا وبتزداد تكلفته مع تطور العربيات وزيادة تفاصيلها. لك أن تتخيل إن شركة بوجاتي مثلا بتصرف أكتر من 650 ألف دولار على الموديل الواحد. متخيل؟ الشركات دي بالمناسبة عندها برامج محاكاة بتتيح ليها فحص كل سنتي في العربية. يبقى ليه بقى التكاليف والغلبة؟ وليه بعض الشركات بتستخدم ما يقرب من 100 طن من الطين كل سنة في صنع النماذج دي، في الوقت اللي ممكن النموذج الواحد يوصل وقت صنعه ل3 سنين كاملة عشان يخرج بالشكل النهائي؟ مستوعب الأرقام اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ نماذج الطين بتتبني في استوديوهات تصميم سرية جدا وعليها قيود أمنية ولكنها قاعدة عسكرية، ومتاحة لعدد قليل جدا من أفراد قسم التصميم، وده عشان يضمنوا عدم تسرب التصميمات الجديدة أو حتى سرقتها. الطين بيجي في شكل اسطوانات في حجم علب كور التنس، وهو قريب للطين أو الصلصال اللي كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين، فاكرينه؟ لكن الفرق ان الطين او الصلصال اللي احنا كنا بنستخدمه كان بيجف وبيتصلب بسرعة، لكن الطين اللي بيستخدموه في تصميم نماذج العربيات طين من نوع خاص اكتر لزوجة وقابلية على التشكيل. بداية بيتم عمل عدة نماذج مصغرة من التصميم بحجم لا يتجاوز المتر الواحد. بعد كده بيتم عمل مسح ثلاثي الأبعاد للتصميم المصغر ده بحيث يتحول لتصميم ديجيتال على الكمبيوتر. هنا بتتم المرحلة التالية وهي تعديل التصميم على الكمبيوتر وتجربته في برامج المحاكاة لحد ما يوصلوا لأفضل تعديل ممكن وأفضل تصور للشكل النهائي للعربية. بعد كده بيتم نقله لآلات الحفر اللي بتسمى CNC، اللي المفترض انها بتقوم بحفر النماذج الديجيتال دي في كتلة كبيرة من الطين. المجسم في البداية بيتم تأسيس ليه من طبقات من الحديد والخشب والفوم، لأن صناعة مجسم كامل من الطين هتكون مكلفة جدا، إلى جانب إنها هتكون تقيلة جدا جدا. الطين بيتم تسخينه في أفران خاصة على درجة 60 درجة مئوية لمدة 24 ساعة عشان يبقى أسهل في التشكيل. بعد كده بتقوم آلات الحفر بتشكيل النموذج الأولي. مع التقدم العظيم في تكنولوجيا آلات الحفر إلى إنها تظل مجرد المرحلة الأولى من مراحل التشكيل اللي بتستكمل بعدها بواسطة العامل البشري، الفنان التشكيلي اللي ما تغنيش عنه أي تكنولوجيا. المرحلة اللي بعد كده بتكون إن المصممين بيستخدموا آلات النحت في تسوية الأسطح وإضافة التفاصيل الدقيقة للنموذج اللي خرج من آلة الحفر. عملية نحت النماذج من الطين بتتم من الثلاثينات، ومع ذلك التكنولوجيا المستخدمة اتغيرت بشكل كبير جدا، وآلات الحفر المستخدمة حاليا بتوفر ساعات طويلة من العمل الشاق اللي كان بيتم بشكل يدوي قبل كده. ومع ذلك تظل أدوات النحت المستخدمة حاليا هي نفسها أدوات بدائية جدا، ولكن بتدي نتائج دقيقة جدا. ميزة الطين إنه مادة قابلة للتشكيل، ولو غلطت في جزئية أو احتاج التصميم لتعديل ده بيتم بمنتهى السهولة، مجرد إنه بيتم تسخين الجزء المراد تعديله بمسدس هواء لتليين المنطقة المفترض إن يتم فيها التعديل ويتم إعادة تشكيلها من تاني. زي ما قلت، عملية صناعة النماذج عملية دقيقة جدا جدا، دي عملية بتشمل أدق التفاصيل، وهنعرف أهمية ده ليه.
عشان كده بيتم استخدام الطابعات ال 3D في تشكيل الأجزاء الدقيقة والمعقدة زي المصابيح الأمامية، الشبكات والمرايا وغيرها، عشان يكتمل النموذج بأدق تفاصيله. ومع الوقت التفاصيل نفسها بتبقى في حالة تحديث مستمر. في البداية مثلا بيستخدموا قطع مدهونة للتقريب للشكل النهائي، ومع الوقت بتتغير القطع دي بقطع من نفس الخامة اللي المفترض تكون عليها، من بلاستيك أو زجاج أو غيره. بعد ما يتم الانتهاء من النموذج بكافة تفاصيله، بيتم عمل سكان ثلاثي الأبعاد ليه، بحيث بيرجع لفريق تاني من المهندسين والمصممين، وبيبقى فيه إمكانية إن هم يشاركوه مع أي حد في أي مكان في العالم. بعد كده بيتم تغطية النموذج بطبقة لامعة مشابهة للفينيل أو الستيكر بتسمى داينوك، اللي بتدي نفس إحساس سطح العربية المعدني المدهون. وده بيدي للمصممين والمهندسين فكرة عن الشكل النهائي الفعلي للعربية، وبيساعد في تحديد الأخطاء سواء في النحت أو التصميم بشكل أكبر. وبالرغم من التقدم التكنولوجي في آلات الحفر أو الطبعات الثلاثية، فما زالت عملية صنع النماذج عملية شاقة وطويلة قد تستغرق سنوات، لأنها عملية دقيقة زي ما قلت، والتعديلات فيها بتتم على مستوى المليمتر. ومن أشكال الأدوات البدائية ولكن المهمة جدا شريط السكوتش ده، اللي بيستخدمه المصممين لما يحبوا يعملوا دليل معين أو تشكيل لجزء من السطح أو إجراء تعديل بسيط. لكن في بعض حالات التعديلات الكبيرة بيتم اللجوء مرة تاني لآلات الحفر. تكلفة المواد ومدة العمل الطويلة هي اللي بتخلي بعض العربيات أسعارها توصل ل6 أصفار. بعض الشركات زي بنتلي ملتزمين بمدة لا تزيد عن 12 شهر لإنهاء النموذج، في حين إن بعض النماذج خدت 4 سنين عشان يتم الانتهاء منها، زي نموذج فورد اف 150 اللي قدامنا ده، اللي تم صنعه من 1000 كيلو من الطين. طيب هل دي كل الأسباب لاستخدام نماذج الطين؟ الحقيقة إن في أسباب كتير، ومن أهمها اختبار الأيروداينامكس للعربيات. برامج المحاكاة ممكن تساعد، لكن لا تغني عن التجربة الفعلية. تخيل صنع عربية وبعد الانتهاء منها يكتشفوا خطأ أو تعديل محتاج يتعمل في بدن العربية نفسه. تخيل التكلفة هتكون قد إيه؟ على عكس لما تكون التجربة على نموذج من الطين قابل للتعديل بتكلفة أقل وفي وقت أقل بكتير جدا. اختبارات الايروداينامكس دي بتتم في انفاق اختبار، مش كل الشركات عندها الانفاق دي، وبعض الشركات بتتجه لتأجير نفق اللي الساعة فيه بمبلغ كبير جدا. وفي الوقت اللي بعض الشركات بتستغرق فيه ما يقرب من 1000 ساعة في النفق، ففرص حدوث أخطاء لازم تكون في أقل قدر ممكن. قصة الأنفاق واختبار ديناميكية الهواء للعربيات قصة طويلة ومعقدة ومحتاجة فيديو لوحده، لو حابين نتكلم عنها اكتبولي في الكومنتات. ومن ضمن الحاجات اللي بيساعد فيها النموذج الطيني هو رؤية الأشياء على الطبيعة. رؤية انعكاس الضوء على الطبيعة وعلى منحنيات العربية وشكلها الفعلي على الطريق، كلها حاجات برامج المحاكاة لم ولن تغني عنها لحد دلوقتي. عشان تقدر تعمل تصميم يلفت نظر الناس ويشدهم لشراء عربية معينة، لازم تعيش نفس تجربتهم فعليا، مش على شاشات الكمبيوتر. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي العالي جدا، ما زالت الحاجة للنموذج الطيني فعلي بالحجم الطبيعي شيء أساسي، ومش متوقع التخلي عنه في المستقبل القريب، على الأقل بالنسبة للشركات اللي بتسعى لتقديم سيارة مميزة. في النهاية خليني أسألك، هل تتوقع أن عربيتك استخدموا فيها تقنية قالب الطين؟ ولا دي كانت شكليات فارغة بالنسبة لهم؟